إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجر. هكذا سمعنا وهكذا عرفنا بأنه كل إنسان إذا عمل عملا مع الناس لا بد أن يحافظ عليه مع نفسه، بأنه لا بد أن يسعى لعمل يرى فيه الخير للكل. لكن للأسف هكذا توجد، وهكذا سمعنا وعرفنا بأن بعض الناس وبعض الشباب بالأخص يسعى إلى تأسيس وتكوين علاقة مع بعض الفتيات بحجة الزواج منها وبحجة التعارف عليها قبل الزواج، ويعدها ويجعل في نفسها أو في داخلها بعض الكلمات الرقيقة والكلمات الحنونة التي يكسب بها قلب هذه الفتاة. لكن للأسف هذه الفتاة سرعان ما تنجذب نحوه بأنها تعيش في فراغ، بحجة أنها تعيش بفراغ عاطفي. إذن أين الإيمان؟ هذا قضية. وقضية أخرى، القرآن الكريم أشار إلى إشارة لطيفة جدا وقال: وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها. هل يقبل الشاب بأنه إذا جاء شاب آخر يكون ويؤسس علاقة مع أحد أخواته أو مع أحد بناته، هل يقبل؟ بالتأكيد لا يقبل. إذن كيف أرضى لنفسي أن أفعل وأؤسس علاقات مع الفتيات ومع الشباب بحجة أتعرف عليها قبل الزواج؟ الكل لا يقبل بهذا. إذن كيف تقبل لنفسك؟ فلا ترم الناس بالحجر. وإذا سعى كل شاب إلى هكذا أمور تبقى الفتاة حبيسة الأفكار من بعد ما يرى غيرها وينعجب بغيرها لأنها أجمل منها، لأنها كذا، تتصف بصفات غير الصفات التي عندها، وتبقى هذه البنت حبيسة الأفكار في لحظة من لحظاتها تفكر في القتل، تفكر في الانتحار، تفكر في الهروب. وهكذا للأسف هكذا نرى ونشاهد الكثير ممن وقعوا بهذه المطبات للأسف. لكن وأتوا البيوت من أبوابها، القرآن الكريم أشار إشارة لطيفة، لكن هنالك مصادق علمية ومصادق رياضية بالتأكيد موجودة. القرآن لا يتعدى هذه الأمور، جاء بالكثير من الأمور عقلية. شوف، انظر إلى بعض الأمور الرياضية بأنه النتيجة السالبة زائد النتيجة الموجبة تساوي ماذا؟ تساوي سالبة بالتأكيد. ليش؟ لأنها تتبع أضعف المقدمات. عبارة منطقية جميلة جدا تقول بأنه النتيجة تتبع أضعف أو أخس المقدمات. أنا ماذا قدمت؟ قدمت علاقة حب، تعرف أن نتيجتها ماذا؟ الخراب. قد تقول بأنه رأينا وعرفنا ونظرنا إلى بعض الشباب كونوا علاقات حب وعلى أثر هذه العلاقات تزوجوا. انظر إليهم وإلى حياتهم الزوجية، هل عاشوا بسلام؟ هل عاشوا براحة وطمأنينة؟ لا بالتأكيد، هنالك خلافات، هنالك صراعات وهكذا. أما إذا كان عن إيمان وعن عقيدة وعن معرفة جئت إلى هذه الفتاة وطرقت بابها وقلت بأنه أريدها بيني وبين الله على سنة الله ورسوله، فماذا تكسب بنتيجة حياتك الزوجية؟ أكيد ستكسب الخير. أما إذا كانت العلاقات لا علاقات حب، وهكذا إذا كان بيتك من زجاج فلا أرم الناس بالحجر، وكما تدين تدان. فأنت لابد أن تؤسس بنيانك على أمور ثابتة، أمور قوية، وليس على شفا جرف هار، ليس بأمر متخلخل متردد، بل لابد أن أثبته، بل لابد أن أقويه. بماذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والله سبحانه وتعالى يثبت له ذلك. وتذكروا أيتها الأحبة بأنه كما تدين تدان.